ترند اليوتيوب، القشطوطة أو التريليتشا، لها أسامي كتير جدا، أو بلبن زي ما بيقولوا. في محلات كتيرة شهيرة فاتحة المشروع دوت. كمان في ناس اونلاين بيبيعوها، بجد جميلة، طعمها حلو قوي. يعني انت ممكن تاخديها كمشروع في بيتك، اللي بيبيع الحلويات اونلاين زي التورت والجاتوهات والحاجات ديت. بجد هنعملها بطريقة سهلة، كمان بمقادير اقتصادية إلى حد ما، بطريقة يعني حلوة جدا. كمان هتطلع ما شاء الله كميات كبيرة جدا، وكل دوت بكوباية ونص دقيق بس و3 بيضات. يعني أنا شفتهم في اليوتيوب عاملينها كتير ب5 بيضات وب6 بيضات. انا هعملها بدقيق سبونج، بس مش جاهز. انا هعمل سبونج بيتي يعني بالطريقة العادية جدا، وسهلة جدا. عايزة اقول لكم بقى الطعم جبار. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على محتوى الفيديو. بس يا ريت ما تنسوش تضغطوا لي لايك قبل ما نبدا الفيديو بعد اذنكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. معايا 3 بيضات زي ما انتم شايفين كده. ال3 بيضات دول بيض بلدي. يعني ايه بيض بلدي؟ يعني بيض صغير. يعني انت لو عندك بيض اللي هو بتاع الوزاره دوت، اللي هو بتاع المحلات، البيض الكبير اللي حجمه كبير قوي، ممكن تستعملي 2 حجمهم كبير. وهنعمل ما شاء الله الكميه دي كلها كمان وبطريقه حلوه قوي. كمان حطيت نص كوبايه من السكر، وكمان معايا كوبايه ونص كده من الدقيق، انخلهم مره وهنخلهم تاني. حطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهحط كمان 3 معالق كبار مليانين من النشا، وهخلطهم في بعض وابدا ان انا انخلهم مره تانية. كل دوت بالعجان، ممكن بالخلاط، ممكن بالمضرب الكهربائي. بس طبعا لو بالخلاط انت هتضربي المقادير وهتركني اللي هي المواد الجافة، هتعمليها في الاخر. كمان نص كوباية من المية. طبعا العجان بيختلف، لو اللي عنده عجان يعني بتعملي المقادير كلها كده على بعضها وتعمليها في العجان، بتبقى في منتهى الجمال. انا نسيت على فكرة احط معلقة صغيرة من محسن الجل، اللي هو دوت، اللي هو بيبقى شفاف، لونه شفاف كده. هو دوت اللي بيديكي قوام الكيك او قوام السبونج البيتي. تمام. اول حاجه هضربه على السرعه الاولانيه، بعد كده هعلي السرعه كده وهفضل اضربه لغايه ما يديني قوام كده، زي قوام الكريمه بالظبط. طبعا انا مستخدمه دقيق عادي اللي هو متعدد الاغراض. جبت صاج، الصاج دوت 30 في 40، وهبدا ان انا احطه في الصاج وافرده كده في الصاج. وطبعا حطيت ورقه زبده عشان خليط ما يلزقش. في التوقيت دوت انا مولعه الفرن على درجه حراره 200 او 250 كمان، يعني اعلى درجه حراره عندك. وبحطها في الرف الاوسط. وخلي بالك الخليط ده عشان رقيق مش هيقعد بالظبط اكتر من 10 دقايق. 10 دقايق بالظبط هتلاقي الخليط استوى، هتلاقي لونه ابيض زي لون الجاتوه بالظبط، اللي احنا بنجيبه الجاهز، او لون الاسبونج الجاهز بالظبط بعد ما يستوي. يعني ما تتخضيش، هتحط الخله فيه هتلاقيه ما شاء الله الخله طالعه نظيفه جدا. طبعا زي ما انا قلت لكم الخليط رايق جدا، فعشان كده مش هياخد وقت في الفرن. لو سبتيه على درجه حراره هاديه 180 اللي هي الدرجه العاديه، هتلاقيه نشف منك. انا خلاص كنت دخلته وطلعته اهوت، اختبرته بخله لقيته ما شاء الله استوى. ودي شكله اهوت ما شاء الله. عايزه بقى القطعه تبقى معاكي عاليه او اكبر من كده، بتستخدمي اللي هي طقم اللي هي الصينيه الوسط، اللي هي المستطيله في طقم الصواني الوسط. يعني طقم الصواني المستطيل تستخدمي الصينيه الوسط، هيطلع معاكي القطعه اعلى من كده بكتير. بس انا بصراحه عاجبني قوي القطعه كده ما شاء الله، حلوه قوي. عايزاكي بقى تاخديها كده كمشروع عندك ما شاء الله. عايزه اقول لك الموضوع دوت مكسر اليوتيوب كله. القشطوطه او بلبن، في ناس بتسميها كده وبتسميها بلبن. ليه؟ لانها بتبقى ما شاء الله متغرقه لبن، هي بتحط لها كميه لبن حلوه، فطعمها بيبقى جميل جدا. عايزه اقول لكم طعمها مميز قوي. طبعا الحته اللي فوق اللي هو الوش اللي فوق دوت لازم اشيله. طبعا بحط فوقه كده ممكن ورقه زبده، فهو بيطلع في ورقه الزبده. الوش دوت بيبقى يعني واخد زفرة كده البيض، مش بيبقى كويس خالص، فبتشيليه. عامه يعني انا مش عايزه اتوهكم معايا، بس ان شاء الله المقادير اصلا بتاعه الكيك انا عارفه ان في ناس كده تاهت مني. ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف دول اللي ما يعرفوش، هتتك على عنوان الفيديو هيدخلك على طول على صندوق الوصف. انا حطيت كوبايتين ونص من اللبن الحليب، حطيت معلقتين من اللبن البودر، احط رشه فانيليا، وكمان احط معلقتين من السكر، وهقلب كويس جدا جدا. ممكن طبعا تستغني عن اللبن البودر، لو ما عندكيش عادي ممكن تستغني عنه لو اللبن بتاعك دسم. لو اللبن من بتاع المعلبات يا ريت تستخدمي معلقتين كده قشطه كده من على وش اللبن، مثلا يكونوا متبقيين عندك في الفريزر ولا حاجه، بتدوله دسامه مع اللبن البودر.
زي ما قلت لك لو اللبن بتاعك دسم فبلاش، يعني ممكن تستخدمي اللبن لوحده كده مع معلقتين الحليب. انا عايزه اقول لك دي بتبقى غرقانه في اللبن، يعني بتحط لها كميه لبن كبيره. انا في الاول كده حطيت اللبن، يعني حطيت الكوبايتين كده وسبت نص كوبايه كده مش كملتها يعني. حسيت ان هي لبنها كتير قوي، بس على فكره بعد ما بتسيبيها ساعه كده بالظبط بتركنيها على جنب بترجعي تلاقيها نشفت خالص من اللبن. فهي كانت محتاجه ان انا احط كميه اللبن كلها، فانا ما حطيتهاش كلها. طبعا حطيت كوبايه كده من الكريمه، الكوبايه ما كانتش مليانه قوي. وللامانه يعني وانا بضرب كمان احط معلقتين كبار او 3 معالق كبار، لا هي معلقتين كبار من اللبن البودر. هقول لكم دلوقتي. ودلوقتي الشويه اللي فاضوا مني من اللبن المفروض كنت حطيته كله على الكيك، زودتهم ميه وهبدا ان انا احطهم تاني على خليط الكريمه. يبقى كوبايه الكريمة خدت معايا كوباية من المية المتلجة او من اللبن الساقع المتلج. انا حسيت ان الكمية شوية، انا كان عندي كريمة بصراحة مضروبة كده في الفريزر وفايضة عندي، فزودتها على بقية الكريمة ديت. ويعني المقدار كله ممكن ياخد معاكي من كوبايتين ونص كريمة. يعني ممكن المقدار ياخد معاكي كوبايتين ونص من الكريمة. طبعا اهوت زي ما انتم شايفين الكيك كانت غرقانة في اللبن. تحسوا كده يعني ايه ان هي برضو بالرغم ان هي كانت غرقانه في اللبن بس برضو ناقصها شويه لبن. يعني كان المفروض الكوبايتين ونص وممكن 3 كوبايات كمان. هتستكتروا اللبن في الاول؟ لا مش تستكتروه، حط اللبن عادي. تحس ان هي غرقانه في اللبن كده، بس بعد ما تسيبوها ساعه كده ولا حاجه هي بتشرب كميه اللبن كلها. وعايزه اقولك دي بيفرق في طعمها بطريقه آه، رهيبه بصراحه، بتبقى جميله جدا. عشان كده بيسموها القشطوطه، لانها تحس ان هي عامله زي القشطه، بقى طعمها جميل جدا. حطيت كمية كريمة كده مناسبة، وهبدأ ان انا اسويها بسباتيولا بمعلقة باي حاجة كده على قد ما اقدر. ولو عندك بقى مشط كده مشرشر كده ولا اي حاجة مشرشطة كده هبدأ ان انا امشي عليها واعمل خطوط كده. اي اداة موجودة عندك يعني عشان ناخد الشكل اللي هو بتاع المحلات. انا عايزة اقولكم القطعة دي من ديت في المحل بتتباع ب50 جنيه، بجد ب50 جنيه. وعلى ايه؟ عملناها بمنتهى السهولة والبساطة، وكمان من دقيق عادي. وكل الموضوع كلفني كوباية ونص من الدقيق، والدقيق عادي كمان مش دقيق سبونش، يعني مش دقيق غالي ولا اي حاجة. كوباية ونص من الدقيق وربع كوباية من النشا اللي هو 3 معالق من النشا وخلاص. وكمان كوبايتين الكريمة، الكوبايتين الكريمة الخام بيعملوا مثلا ربع كيلو الا تمام، يعني 200 جرام. كمان الكراميل دوت انا عاملاه في البيت وعملته معاكم في القناه كذا مره. انا سيحت كوبايه سكر على النار، سبتها دابت خالص، ما حطيتش فيها اي معلقه لغايه ما دابت خالص. وبعد ما دابت خالص كده من الجناب بدات ان انا ادخل المعلقه واقلب لغايه ما ساحت خالص. وبدات ايه احط نص كوبايه من الميه المغليه، وحاسبه وانت بتحط الميه المغليه. وبعد شويه بعد ما حطيت الميه المغليه وكله الخليط فك، طبعا ما تنسيش معلقه من الزبده قبل من الميه المغليه، بتحط معلقه كبيره من الزبده او من السمنه البلدي، اي نوع سمنه كويس كده. اول ما تدوب بتحطي نص كوبايه الميه المغليه على الكراميل، وبعد كده بتحطي نص كوبايه لبن عليهم معلقه كبيره مليانه من النشا، وتنزلي على الخليط ولغايه ما يغلي معاكي الخليط. هيتجانس معاكي وهيتقل سنه صغيره خالص، وكده هيبقى خليط الكراميل اتعمل في منتهى الجمال. طبعا بس بيبرد خالص خالص. والكيك دوت انا سبته شد كده في الفريزر حوالي نص ساعه علشان ابدا احط عليه الكراميل. شوف ما شاء الله، انا عايزه اوريكم بس القطعه قدين ما شاء الله كبيره وحلوه. وزي ما قلت لك كده لو انت طبعا احنا بنعمل حاجه في البيت، يعني بنعمل حاجه حلوه برضو ونظيفه. لو انت عايزه القطعه تبقى اعلى من كده بتعملها في صينيه صغيره. انا عاملاها ما شاء الله في صاج كبير وطلعت كميه كبيره جدا ما شاء الله. برضو كان حته كريمه كده متبقيه، بدات ان انا امشي واعمل خطوط مثلا رفيعه كده على الكريمه، على الكراميل او على الكريمه، علشان اعملها شكل المحلات برضو. حاجات كده خطوات سهلة وبسيطة وبتفرق معاكي بجد. جربوها واعملوها في البيت هتعجبكم جدا، طعمها حلو قوي. وكمان عايزة اقولكم على حاجة، لو انت عايزة تمشيها جاتو الاسبونش ده تحفة جدا. ممكن تقسموه نصين وتحشيه كريمة من النص وتعمليه وتحطوهم فوق بعض الطبقتين وتقطعيه، هيطلع معاكي 12 قطعة من الجاتو احلى من بتاع المحلات بمراحل. عايزه تعمليها كده كمان. على فكره عايزه اقولك على حاجه، القطعه ديت كانت ما شاء الله حجمها كبير جدا. انا قطعتها كبير كده زي ما بتتباع في المحلات بالظبط. القطعه من دي بتعمل لها 50 جنيه تمام. طب احنا عملناه في البيت بمنتهى الجمال والسهوله، وما خدتش مننا اي وقت ولا مجهود، سهله جدا وكمان مش مكلفه الى حد ما. دي معلقه من النوتيلا كده او معلقه كده من الشوكولاته سيحتها على بخار ميه ورحت جايه حطاها في كيس حلواني، وهبدا ان انا امشي بيها خطوط كده علشان ادي شكل
طبعا الشكل اللي بيتباع بره او اقرب شكل له. طبعا بره بيبقى رز بلبن، بيحطوا تحتها رز بلبن، بس انا بصراحه اولادي مش بيحبوا الرز بلبن خالص، فانا مش هعمل الحاجه واكلفها وارميها بصراحه. طبعا شويه بندق كده كانوا عندي، حمصتهم كده وحطيتهم برضو على الوش. وشويه شوكولاته، شويه بقى اي مكسرات عندك. حتى لو هتحطي جوز الهند، حتى لو هتسيبها كده ساده كراميل بس او كريمه بس. هي بصراحه شويه اللبن اللي هي شرباهم مع الكريمه بصراحه مديها دسامه ومديها طعم في منتهى الجمال. انا عايزاكم تجربوها بجد، هتعجبكم جدا. لو في مناسبة عندكم او لو عايزين تاكلوا حاجة حلوة انصحكم تجربوها. بجد حلوة جدا جدا، ومش هيجي ربع التكاليف بتاعت بره لو اشتريتيها. والقطعة زي ما انتم شايفين كبيرة جدا ما شاء الله. يعني ممكن القطعة دي تتعمل على 2، القطعة الواحدة تتعمل على قطعتين. ولو عندك اطفال تعمل على 3 قطع كمان ما شاء الله. شوفوا الكمية ما شاء الله، كمية كبيرة جدا. والقطع ما شاء الله زي ما انتم ملاحظين ما شاء الله كبيرة جدا. مفيش الا عندي قطعة او قطعتين كده وسط. عملتهم برضو للاولاد، انا قطعت على قد ما قدرت. طبعا انت لو هتعملي مشروع بتقطعي يعني بالمسطرة، عشان كل القطع بتبقى متساوية او قد بعضها. بجد انا عايزة منكم لايك للفيديو دوت، وما تنسوش ما تنسوش بكومنت، يا ريت كومنت يفرحني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامة.